هالله والرايدر، نتمنى تكون بخير. مرحبا بك في فيديو جديد مع دراغون جديد. الجودة والاعتمادية، التكنولوجيا والأداء وقوة الوحش التايواني سيم، واللي عرفت تطور كبير وشهرة عالمية مؤخرا في صناعة السكوتر والدراجات النارية، خصوصا في المغرب. فرح كنلقاو الدراري اللي باغيين موتور كبير تاجهو ليها بزاف مؤخرا. تمسكن حتى تمكن، المقولة اللي معروفة واللي نقدر نقول ليك باللي طبقها هاد الموتور حرفيا، واللي جا سنة 2024 وعطاتنا هاد دراغون اللي من فئة ادفنتشر بايك، الملقب بشبيه جي اس. السؤال ديال هاد الفيديو هو: واش كيشبه الجي اس فعلا ولا غير لقب وتعطى ليه غير هكاك؟ خليك معايا باش نجاوبوا على هاد السؤال. ولكن قبل، الا كنتي اول مره كتشوفني، بغيت نرحب بك معنا في رايدر دراغون، القناه اللي كندوي فيها على الماطر. الا عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بديك لايك وديك ابوني وفعل معك ديك الجرس، وشارك الفيديو مع صاحبك اللي كيعجبوه الماطر. ودابا يلا نبداو بلا ما نطولو. الدراغون اللي معنا اليوم هو سام ان اش تي 300. Rises, the stage is set, the adventure begins, don't forget. With courage in our hearts, we take the lead. On this journey we will succeed. Adventure calls, we must obey. With courage strong, we'll find our way. The unknown lies before us, a mystery to close. بمحرك 300 سي سي بالضبط، 278 سنتيمتر كيوب، بمونو سيلندر، تبريد مائي، 4 طون، الكترونيك انجكشن، قوة حوالي 25 هورس باور في 8000 ار بي ام، مع 26 نيوتن متر في 6000 ار بي ام من عزم الدوران، في تسارع من 0 ل 100 كيلومتر اللي ما مذكوراش، ولكن كتجينا من بين الاحسن في الفئات 300 سي سي. بسرعة قصوى كتوصل لحوالي 140 حتى ل 150 كيلومتر في الساعة، بخزان وقود 11 لتر، متوسط استهلاك وقود حوالي 3.3 حتى ل 3.4 لكل 100 كيلومتر، بوزن 166 كيلوغرام، ومع السوائل كيوصل لحوالي 181 كيلوغرام. بغير 6 سبيد، بلا كويك شيفتر، بلا تراكشن كنترول، سسبنشن سيستم القدام، تيليسكوبيك فورك، واللور مونو تشوك، بتصميم مشكل عصري، هيكل ستيل فريم اللي كيتميز بوجه هجومي مع مصباح امامي ليد، مقدمة مرتفعة ادفنتشر بايك بشاشة ديجيتال متطورة، نظام تشغيل كهربائي. وكاين بعض النسخ في بعض الدول اللي فيها كايلس، ولكن النسخة اللي متوفرة عندنا في المغرب كونتاكت عادي، بجوانط وعجلات اللي مناسبة الرود وشوية الاوف رود، بقياس مناسب غالبا 19 بوصة القدام و17 بوصة اللور. بسيرج كيوصل الطول ديالو حوالي 810 ملم، يعني الا كان طولك متوسط فراه غادي تركب هذا الموتور عادي. بعبار ديال البنو القدام 19 في 190 واللور 17 في 130 80، بفرامل اي بي اس القدام واللور، مونوديسك افون 288 ملم، ومونو ديسك اغيير 222 ملم. كتعتبر الان اش تي 300 خيار اللي زوين كدراجة المغامرات وبميزانية اللي متوسطة، وكتوفر لنا اداء اللي زوين لعشاق السفر والمغامرات، وحتى من ناحية الراحة والثبات فراه كتوفر لنا
اداء حتى هو اللي زوين واخا في السرعات العاليه. بالنسبه ليها والجي اس فراه ما خاصهاش تكون بيناتهم واحد المقارنه، حيت كل وحده والثمن ديالها. فمن ناحيه السلبيات هاد دراغون كتجينا في قطع الغيار اللي قليل، ولكن على حسب ما كيقولوا صحاب هاد الموتور فراه كاين وموجود في المغرب. الوزن اللي يقدر يكون ثقيل على الماتريال المبتدئين وجداد. ثمن في إعادة البيع بحيث ما كتبقاش محافظة على السعر ديالها. من ناحية الإيجابيات فراه كيجينا بأداء محرك اللي زوين، تصميم مريح ومتعدد الاستخدامات، كتناسب الرود وحتى الأوف رود شوية، بتكنولوجيا اللي أساسية وضرورية. الموتور اللي كيتنافس مع زونتيس 300 تي، فوج 300 دي اس، سوزوكي في ستروم 250. الثمن ديال هاد الدراغون هو 33,000 درهم في جديد، موديلات 2024 2025، والمستعمل بثمن تقريبي فقط 29,000 درهم حتى 30,000 درهم. ما تنساش تخلي لي الرأي ديالك نتا على هاد الموتور وكيف جاك، وواش تقدر تشري ادفنتشر بهاد الثمن. المهم كانت هذه هي اهم المعلومات على هاد الدراغون. ما تنساش ديك لايك وابوني باش نزيدو نطورو من المحتوى ديالنا، وفعل معك داك الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد، وصيفط الفيديو لشي صحابك اللي كيعجبهم المطر يعرفوا هذا الموتور. ويلا البطل، تهلا في راسك، تهلا في الدراغون ديالك، ونشوفك في الفيديو الجاي.